اهلي كانوا عايزين اتبرع بكليتي لاخويا، بس انا رفضت اتبرع بكليتي. اخويا اللي كليته باظت فجاه وبقى بين الحياه والموت. في الاول قلبي كان بيتقطع عليه، وكنت اول واحد جريت عشان اعمل التحاليل، بس الصدمه كانت لما عرفت الحقيقه اللي هم مخبيينها عني. اخويا ده اللي هم عايزين يضحوا بيه عشانه هو نفسه اللي سرق ورثي، وهو اللي كان بيوقع بيني وبين ابويا الله يرحمه لحد اخر يوم في عمره. لما التحاليل طلعت مطابقه لقيتهم كلهم بيتجمعوا عليا. امي اللي المفروض تكون احن واحده بصت لي وقالت لو ما اتبرعتش لاخوك لا انت ابني ولا انا اعرفك وهتدخل النار بظلمك. واعمامي حاولوا يضغطوا عليا بكلام مثل انهم يقولون حرام عليك لازم تتبرعي لاخوك، بس ما كانش اريد على حد فيهم بيفكر فيا ولا في صحتي ولا حتى في اللي اخويا عمله فيا. كلهم كانوا شايفين اني مجرد قطع غيار لاخويا المدلل. وقفت قدامهم كلهم وقلت لهم لا مش هتبرع. اهلي واعمامي صاروا يزعقوا عليا، وامي بعد ما سمعت اللي قلته ثاني يوم طردتني من البيت. بس انا كنت حاسس براحه غريبه. الراحه دي مش عشان انا شمتان في اخويا، لا انا قلبي وجعني عليه فعلا. بس انا رفضت اكون ضحيه المره تانية، رفضت انهم يستغلوا طيبتي عشان ينقذوا حد ما عملش حساب للاخوه ولا للدم. دلوقتي انا لوحدي، الكل قاطعني والكل شايفني شيطان. بس انا بسالكم انتم، هل فعلا انا غلطان؟ هل المفروض اضحي بحته من جسمي لشخص دمر حياتي قبل كده، ولا انا من حقي احمي نفسي من ناس قلبها بقى حجر؟ انا مش طالب غير انكم تحطوا نفسكم مكاني وتقولوا لي لو كنتم مكاني كنتم هتعملوا ايه؟ هل الدم فعلا بيغفر كل حاجه، ولا في جروح ما بيشفيهاش حتى التضحيه بالعمر كله؟